تقولوا لي مضيعه فلوسك في ايه؟ اقول لكم مضيعاها في الكليبسات اللي زي كده. يعني الاقيها في دولار جنرال اجيبها، دولار تري اجيبها. بصراحه تحفه، بتنفع في اي حاجه. اكياس رز استخدمنا منها، كيس مكرونه استخدمنا منه، كيس لب، كل حاجه بقفلها بالكليبس اللي زي كده. بصوا 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 كل حاجه بكده. بس عايزه اقول لكم ان انا جبت النوع ده من شي ان، وحش جدا جدا. يعني انا بعمله في الاكياس ما بيمسكش. بصوا حتى بيستق كده تحت. لكن النوع التاني اللي انا بوريه لكم ده تحفه. بصوا، لا ده وحش خالص. في برضو الانواع الكبيره اللي زي كده، دي برضو جميله. في برضو يعني هوريكم كل اللي عندي. في النوع اللي زي كده، هو ده اصلا في ماجنت من ورا، ممكن تعلقوا بيه اي ورق على التلاجة والحاجات اللي زي كده. بس انا برضو بستخدمه لو كيس صغير، لان هو برضو مساحة الكليبس بتاعه صغيرة مش كبيرة. لكن ده بقى لو حاجة قوية زي كيس رز كبير، كيس دقيق، حاجات زي كده بستخدم ده. بصراحة انا بحب قوي قوي الحاجات اللي زي كده، خصوصا المكسرات، اللب، كل حاجة من الحاجات دي لازم اقفلها، علشان طبعا ولا سوس يدخل لها ولا اي حاجة يعني. وكمان عشان انتوا لما بتسيبوا المكسرات او اللب من غير اي حاجة متغطية زي كده مش مقفول، بتحسوا ان بعد كده يعني بعد فترة بيلدن كده وطعمه بيتغير. فكل حاجة بقفلها، حتى اللي في التلاجات والفريزر، عشان تخلوا الدنيا منظمة. بتقفلوها بالشكل ده، بدي او بدي او بأي حاجة، وبعد كده خلاص يعني بتبقى حلوة ومنظمة.